السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله تكونوا بخير يا حبايبي. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل كيكة البرتقال. هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وهنعمل كيكة. اول حاجة معايا الصينية، هي دهنتها سمنة وهركنها على جنب. اول حاجة بعملها بدهن الصينية سمنة. معايا هنا 3 كوبايات دقيق. 3 كوبايات دقيق، مش كوباية كبيرة المج، لا كوباية عادية اللي هي العادية اللي زي دي كده. انا مليها سكر عشان يبقى هعمل بكل المقادير بنفس الكوبايه. لما تيجي تعملي كيكه اعملي المقادير كلها بنفس الكوبايه. دول 3 كوبايات دقيق. هندخل عليهم بس ايه، واحده بيكنج باودر اهي، اللي هو الشيف كيك ده، عشان ما تتلخموش يعني، نروح ناكلينه عليها كده. تدخلي ساعات بيبقى مكلكع، في الكيس. اما تدخليها هتحسي ان هي الكلاكيع طلعت. بس كده يا حبايبي. هنجيب بقى معلقه كده عشان نقلبهم مع بعض كده ونركنه على جنب. نركنه كده على جنب. هنجيب بقى المواد اللي هي السايله بقى، نحطها كلها مع بعض في الخلاط. انا بحب اعملها في الخلاط، بتبقى سهله وعلى طول بتتعمل، ما بتاخدش اي وقت اي وقت. معايا كوبايه السكر ديت، كوبايه واحده سكر. ومعايا 3 بيضات، 3 اهم. معاهم معايا باكو الفانيليا ده، باكو فانيليا. ومعايا هنجيب بقى الزيت. قبل الزيت معايا كوبايه عصير برتقال اهي، مش كوبايه، نص كوبايه، نص كوبايه. ومعايا كوبايه الزبادي دي، زبادي بلدي. بحب الزبادي البلدي طبعا، تبقى حلوه طبعا اهي. هنحطها برضو. معايا بشر البرتقال ده. هنضربهم بقى وارجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي، ضربتهم في الخلاط اهم كلهم. كوبايه الزبادي وكوبايه السكر والثلاث بيضات وبشر البرتقال ونص كوبايه عصير برتقال وورقه الفانيليا. معايا بقى ايه، نص كوبايه زيت، نص كوبايه بس. الزيت غالي قوي يا ولاد، فنص كوبايه حلوه قوي. هنضربهم برضو في الخلاط وهرجع لكم تاني. معايا معلقه خل. كنت هنسى معلقه الخل. معلقه الخل دي بتخلي الكيكه جميله وفاتحه كده وما بتبقاش غامقه، بتفتح الكيكه. خلاص كده يا حبايبي، ضربت كل المكونات في بعض. هنزل بقى ايه على الدقيق كده. ده اقلبه كده من فوق لتحت. طبعا الكيكه مش بتتعجن كتير يعني مش عايزه ايه تقعدي تعجني فيها كتير، لا، لغايه ما الدقيق بس يختفي. طبعا هجيب المضرب احسن من خلاص يا حبايبي كده، ضربتها بالمضرب احسن من المعلقه اهو. بصوا، في اتجاه واحد كله اهو. خلاص كده اهي، بصوا العجين، ما زودتش اي حاجه تاني، لا ميه ولا اي حاجه. اجيب الصينيه بقى بتاعتنا اللي احنا دهناها السمنه، انزل كده بالخليط. مش عايزين بقى الخليط يبقى تخين، لا، اعملي نفس المقادير دي هتطلع جميله ومظبوطه معاكي جدا. بنفس الكوبايه اللي بتعملي بيها اعملي بيها كل المقادير. كده كده ايه، عشان ما توسخيش برضو مواعين كتير يعني. هنحط
هحطها بقى في الفرن في الرف اللي في الوسط على درجة حرارة 100 و 180. اول ما تبتدي تقد وطي عليها خالص، في ناس بتطلع منها نية من جوه، لا وطي بقى خالص علشان تستوي من جوه قبل ما وشها يحمر يعني. هاخدها بس اعملها ضربتين كده في الارض حبايبي، انا هعملها ضربتين كده في الارض واحطها في الفرن ولما تطلع اوريها لكم. خلاص يا حبايبي الكيكه خلاص طلعتها اهي، بصوا قد ازاي. انا معايا دلوقتي السكينه دي هحطها كده واشوف هي ايه، محتاجه لسه فيها عجين من جوه ولا لا. مش قوي، بصوا هتبرد بقى ونقطعها. بصوا كده يا حبايبي احمرت زي الحته اللي كانت بيضه ديت. انا حطيتها على فكره في الفرن لان انا لقيت السكينه كان فيها كانها لسه ما استوتش يعني، كانت حاجات بسيطه كده. دلوقتي بصوا السكينه اما حطيتها يعني مش تروحوا تلاقيها طريه بقى تروحوا راميينها، لا تحطها تاني، وطوا الفرن خالص خالص وحطوها هتستوي بقى، بدل ما تقطعيها وتلاقيها نيه من جوه وتترمي خساره. اعملي السكينه كده لو لقيتي فيها عجين حطيها، وطي الفرن خالص وحطيها تاني. بصوا السكينه نضيفه اهي زي الفل ما فيهاش اي حاجه. تبرد بقى خلاص يا حبايبي، الكيكه بردت شويه. بصوا بقى الجمال، شايفين بيضه وازاي وجميله. بصوا اعملوا بقى المقادير ديت، بصوا اسفنجيه خالص اهي. بصوا يا حبايب قلبي طلع لكم حته كمان. شايفين الكيكه، كيكه ولا بلاش ولا في الاحلام. شايفين يا حبايب قلبي الكيكه لسه سخنه طبعا شويه، اما تبرد بقى بتبقى احلى كمان. تعالوا يا حبايبي اتفضلوا معانا بقى ايه كيكه. بصوا طريه ازاي ومنفوخه وجميل، شايفين جميله جميله جميله. تعالوا يا حبايبي اتفضلوا معانا. ودلوقتي اقول لكم الفيديو خلص، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واعملوا المقادير زي بكوبايه واحده عشان تطلع معاكم مظبوطه. ولو لقيتوها نيه من جوه ما ترموهاش، لا حطوها في الفرن قبل ما تقطعوها وهتستوي وهتبقى زي الفل. طبعا دي انا عملتها بالسكينه لقيت فيها عجين دخلتها الفرن تاني عشان تستوي. وطيت عليها جامد يعني، وطيت الفرن على اقل درجه ورحت حطها تاني واستوت وبقت جميله اهي. تعالوا اتفضلوا يا حبايبي معانا، اشوف وشكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حبايبي. اللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل اشتراك يا حبايبي.